يا مرحبا وسهلا الطفيلات، شحالكم؟ ان شاء الله تعودوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا معايا هذا الفيديو ديال اليوم الروتين الصباحي. صراحه بديت معكم هذا الفيديو بروتين صباحي. اول شي غسلت وجهي بهذا الغسول ديال غارني زوين ما شاء الله، كيتباع في كارفور. في كارفور تقريبا كيتباع في كارفور، كيتباع حتى في لي مول في المحلات وداك الشيء. المهم كنفضل انا هذا اللون الازرق، هو اللي كنعتمد صراحه، هو المفضل عندي. ضروري من هذيك الشويته باش كتفركوا الوجه وداك الشيء. شوفوا ما شاء الله كيخلي واحد النضاره واحد اللمعان في الوجه. جبهتي غتشوفوا فيها واحد الجرحه كان حرقني البابيليز كنت جيت نعدل القص، كنت جيت نعدل البابيليز لقصتي وطرحته عليا حامي حرقني. المهم هون درتو المره الاولى، عليتو المره الثانيه، واخر شيء غسلت وجهي ملي بصابونه دوف. نشفت وجهي بالكارطه جينيكا ولا بابي جينيك ولا بكلينيكس، اي منديل عندكم ارطب وناعم تنشفوا به وجعكم. صافي هذا الشيء اللي كاين. غادي نسرح هذه الشعكاكه حتى هي غنعمرها مزيان بالزيت، لانني منين نعدلو غدانا وداك الشيء اللي نخليه يرتاح في الزيت، ولا نخليه زغبي يشرب الزيت باش ندخل ندوش. صافي هذا الشيء اللي كاين. المهم خليكم معايا في هذا الروتين. خسرت عني نبداه لكم بهذا الروتين صباحي. الا بغيتوني نتم نعدل لكم بحال هذا، يا ربي الستر هون، يا ربي الا شافتني مرات توحم شعكاكتي مشاك الا بغيتوني نتم نعدل لكم بحال هذا الفيديوهات خلوها لي في التعاليق، وقولوا لي ملي قدوا لي كومونتيرات وقولوا لي شنو هما انواع الفيديوهات اللي تبغوا. واش تبغوا بحال هذا الروتينات الصباحيه يعني من النوع نعدل نشارك معكم روتيني في عنايتي بشعري بوجهي، نشارك معكم مثلا تحضير مائدة الفطور في الصباح، نشارك معكم. المهم خلوا لي نتوما آراءكم في التعاليق وقولوا لي شنو هما انواع الفيديوهات اللي تبغوا. بالنسبه للزيت استعملت هذا ديال الكولور، هذا الاصفر حتى هو كنجيبو. ان شاء الله تعودوا بخير على خير. المهم اختي جيت نكمل لكم الفلوق الروتين باطل منين داك اللي عدلت معاكم ديال الصباحي. غسلت وجهي بالكوماج داك التخربيق. المهم دابا غنكملوا الروتين المسائي. يلا خليكم معايا. اهلا فتيات، شحالكم؟ ان شاء الله تعودوا خاصني ندخل هيك انا الاضاءه زوينه، اصلا مع الصوص ديال الكنيسه ما غتسمعوني. خليني ندخل القهوه لداخل باش على الاقل ينقص هذا الحس ديال الكنيسه، لانها وجعت لي راسي ما خلاتني نتكلم. يلا خليكم معايا. دابا تهنينا من داك الصوص ديال الكنيسه. جاو الايطاليين، كنت قاعده وحدي هنا يعني جاو. المهم ما علينا. شوفوا غنكمل لكم الفيديو. قبيله صراحه كنت غنصور لكم الفلوق فين مشيت فين جيت هذا الشيء، ولكن صراحه كان البرد لدرجه عن فراسكم ودنيا وجعوني وراسي حمى من كثره البرد. سمر الموس ديال البرد. عندنا الموس ديال البرد في ايطاليا، عندنا السحاب، ديك السحاب الشينه اللي تقولي عند الثلج. صافي غيطيح الثلج واصلا ما بقى له والو، غيطيح الثلج. هادو ايطاليين كيلودوا على شي حاجه بلدهم، ولا طيحوا شي حاجه لهي ولا ما نعرف، دخلوا رجعوا كيقلبوا لها. يا ربي سكتي، ما عنديش الزهر انا في اليوتيوب. شفتوا بحال هادشي اللي كيوقع لي اكبر دليل على انني ما عنديش الزهر في لي فلوغ. خاصني نوقف اليوتيوب، خاصني نوقف القناه. هذا الشيء اللي كيوقع لي. المهم شوفوا، غنجاوب على واحد الكومونتير ما عرفتش الصراحه واش ديال الطفله ولا ديال الطفل، ولكن هذا موضوع زوين صراحه عجبني انني نتكلم فيه. سبحان الله، غير قبيله منين خرجت من المول كان كيطلع لي في اليوتيوب ستوديو، دخلت شفتو قلت هذا موضوع اللي زعما حسان من انني نصور له نقول لهم الطافيلات شوفوا راني غنشري اللباس، راني هون. هذا موضوع زوين. المهم بالنسبه للسؤال ديال هاد الطفله ولا هذا الطفل، ما عقلتش صراحه على الجيميل. قالت لي أميمة علاش هاجرتي وانتم الصحراويين في الصحراء عندكم الدولة دعمتكم وعندكم المعيشة رخيصة وعندكم الحياة فما وكديروا اللي بغيتوا ولاباس عليكم فما معروف لكم الفخر ومعروف لكم هذا، وعلاش قررتي تهاجر لأوروبا؟ يعني انت ما كان خاصك والو في الصحراء، علاش مشيتي لأوروبا؟ شوفي غادي نجاوبك على السؤال ديالك. اول شيء انا اوروبا ما جابني لها الفقر، نو، لانني كنت عايشه اصلا بخير ما حدي مع اهلي وما حدي في تركيا. ما جابني لها الويل، نو، ما جابني لها الجوع نهائيا، الا كنت عايشه في الفشوش وكنت عايشه في ذا الشيء. ما حدي عند اهلي ولا ما حدي نقرا في لافاك ولا ما حدي في تركيا. انا انسانه بحالها، كاي دوله مشيت لها كنستقر فيها، كنعدل فيها ياسر المسائل، يعني بحال تقولوا كندير فيها
فيها بلاصتي. فاللي جابني لاوروبا صراحه كان مجرد حلم من احلام. كنت كنحلم ما حد كنت صغيره، كنت كنقول كانوا عندي جوج صراحه، كنت كنقول يا ربي انا بغيتني نكبر يا اما نخدم نعود بوليسيه يا اما نمشي لاوروبا. الوظيفه ما صدقت لي اوروبا، اش غندير؟ دونك اوروبا كانت فقط جزء ولا واحد الحلم من احلامي، كنت كنحلم وتحقق لي الحمد لله. هذا الشيء اللي كاين. ما مو عنه جابني لها الويل ولا الخدمه ولا نهائيا، بالعكس الحمد لله اهلي ما خاصهم خير. الناس اللي كيعرفوا اهلي ويعرفوا دارنا ويعرفوا بويا راهم شايفين وعارفين كل شيء. يعني ما نحتاج نبقى نقول لكم انا وانا وانا وانا، بركه قلت لكم على الناس اللي يعرفونا راه صافي بلا ما نزيد نتكلم لكم في هذا الموضوع. وصافي كانت واحد الحلم من احلامي وتحقق. ولكن راه خاصك تشوفي ما وراء اوروبا، خاصك تشوفي الاعتماد على النفس، تشوفي المسؤوليه، تشوفي الوحدانيه، تشوفي الغربه، تشوفي انك تبكي وتمرضي وتمسحي دموعك وما كاين اللي شايفك، ما كاين اللي عالم بك، ما كاين اللي كيقول ديك فلانه اش واقع فيها ولا نهائيا. يعني ياسر المسائل صراحه الغربه واعره وصعيبه، دائما كنقولها ولا يمكن انا مجرد امتحانات كندوز منهم. تقريبا دابا تقريبا من عام، لانني دخلت لايطاليا في شهر واحد، تقريبا من عام تقريبا انني نقفه العام في ايطاليا، ودازت عليا صراحه في بدايه هذا العام، يعني تكرفست بمعنى الكلمه. كنتمنى 2024 تدخل عليا ولا زاد دوز عندي هون في اوروبا وتتحسن الاحوال ويعود ياسر مفاجات زوينين يفرحوني، ياسر المسائل اللي انا كنحلم بهم بحال وراقي مرقولي بحال بزاف ديال الحوايج يتحققوا. هذا الشيء اللي كاين. المهم اختي هون يلاه جيت من اليوم الحد مرقت صراحه. كيف كتعرفوا كان شي لباس مثلا كيجي قدي، مشيتو لختي ودشي ومثلي جابره صراحه شي نلبسو قولوا تقريبا الماريو كامل بقلته في الصاك. مشيت اليوم شريت واحد جوج كسيوات، هما صراحه شنو نقول لكم تشوفوا ما تقولوا عنهم، ولكن هما شتويين ديال الشتا يعني دافين، فيهم داك الثوب ديالهم دافي وكيتلبسوا فوق الجيلياس طوال بحال هكا ولا فوق المونطو ولا الجاكيطه ولا هذا. قبت جوج الوان ما نعرف واش الا حركت دابا الكرسي غيتحرك التليفون، ان شاء الله ما يتحرك التليفون، يعني اللي يتحرك التليفون غندير واحد الروينه. المهم دابا هادو الايطاليين غيشوفوني كنجبد هاد الشاي يشكو عني غير كنبيعو نشري في هاد القهوه. اول شي قبت هاد الساك في الفيولا لونه زوين صراحه، وقبضته مع الكسوه نفس لون الكسوه. بالنسبه للثمن ديالو الطفيلات قبضته ب 18.90، هاي 18.90 نقولوا 19 اورو فيولا انيق. وقبضت هذا سيكاني حتى هما ما تلوش عندي هاد الالوان. هذا اللون اول مره نشريه، اول مره نزعم عليه. هذا الثمن ديالو كيفو حتى هو 18.90. كل ساك قبضت له ديالو. بالنسبه للكسوه الطفيلات هي هذه سامبل وفيها هذوك الجناب، من لبستها جاتني خطيره. فيها هذو الفتحات من هون اشياء في اليدين كاملين وطويله، راه كتجي تقريبا متخطيه الركابي تحت. صافي قبضت هذه مع صاطها وجعني راسي من كثرة هذا البرد. هذا البرد لما درتي داك الطربوش ولا ما درتي لي بوانطي الصباعيات ولا ما درتي داك الكاشكول راه قبتي بعدا ورمت من البرد، والراس سبحان الله وخنافرك كيقعدوا حمرين ووجهك كيقعد احمر من كثرة البرد. المهم انا راه ملي كتعجبني شي حاجه كنشري نفس الكاليتي والموفيه حتى هي هاي خدتها. لا انا في الموف شي كيتبارى يا اختي مع ساك. صافي صراحه كاينين كيكونوا ياسر من الاحتفالات هنايا ديال طفيلات مغربيات اللي عندها ريستورون كدير فيها حفلات فيجطه الشعبي داكشي ديال المغاربه كيعيطوا لي بحكم انني كنعرفهم في الفيسبوك ولا في الانستغرام، يعني كيجمعوا بيننا مواقع التواصل كيقولوا لي اميمه تعالي نشطي فوجي معنا، تعالي حضري، تعالي صوري فلوق. ولكن انا صراحه ما كنمشيش لدوك الحفلات، يعني وقتي ثمين وغالي. كنقول انا بدل ما نمشي لديك الحفله ولا هذه الخدمه الانسان يخدم، لانك هون في اوروبا في الغربه خاصك توفر ياسر من المسائل، توفر ياسر من الاحتياجات، خاصك تعودي دائما متوقعه اي حاجه توقع لك.
فهمتوا؟ يعني الانسان دائما يستغل الوقت في واحد المسائل ولا في واحد هذا اللي غترجع له بالفائده. بما انك تمشي تحضري نمشيو نحضروا حفلات فيجطات نهار السبت ولا لحد ما كاينه لا خدمه لا والو. ما زعما عني راه الا شفتوا حتى داك دومو ديك الكارثيه ديك الكارثيه المعروفه هون في ايطاليا، ما كنتش كنمشي نتصور حداها، ما كنتش الا قلت لكم شحال هذه ما مشيت تسدرت وسط المدينه في ميلانو دخلت تفاجئوا جايه ل3 شهور دابا. صافي هذا الشيء اللي كاين. ايوا دابا هاد الفلوق ما نعرف اختي واش غادي نكملوا لكم، نمشي نشوف نقد ندير العشاء ولا نقد مالي ندير العشاء وما نصور لكم والو، نرزح الله اعلم. نتوما في يد الله يكمل لكم الفلوق يا تقعدوا معلقين هنايا. المهم اختي ما تنسايني من اللايكات ومن التعاليق ومن البارطاج. الناس اللي اول مره كتشاهد القناه ولا اللي اول مره كتكتشفها ما تنسوا انكم تخلوا لي لايك، تشجيع لي فقط، راه غير كتشجعني ما كنتخلص عليها ما والو. لانه شي من الناس كيقول لك غنديروا لك جيم تخلصي عليها، راه ما غنتخلصش على الجيم ديالك، غير كتشجعني فقط وكتحفزني وكتنعت لي ان الفيديو نال اعجابكم. هذا ما كان. وكثروا لي من التعاليق، عطوني ارائكم في هذوك السيوات والسويكات اللي شريت، شي حاجه خفيفه وداك الشيء. اختي فوف الا نعط لك الثمن. نتوما راه غير كل صاك داير 19 اورو 19 اورو 19 اورو، والكساوي كل وحده دايره 30 اورو. خلوا علم ولا نوصف. يا ربي تعفوا لي من هذا الشراء وتعفوا لي من الفشوش الصارة. هادشي اللي كاين. يلا نجبركم في المقطع الجاي ولا في الفيديو الجاي. تهلاو لي في ريوسكم.